المكان المنور اليوم؟ تعال بنورك لا انا وين انور؟ ما شيء امل اني انور، ما شيء امل. النور هني. يا سلام شو هالنور القوي، شو هذا هيك هذا للحريم. عيب قدام الناس. منو غمض عينك غمض. ها بشوفك قاعد ما في حد. هي لازم ادلع حرمتي. هي انت حرمتي انت الغالي، خلاص عاد ما بتزوج عليك بعد. يلا زين. هي يلا يا سلام. اتدلع يا عريس اتدلع يا سلام. تعال يا ابو خالد تعال. ما بتشرب قهوه؟ اسمين ان ما نعرف ندلع. هي والله شوف انزين ها شو بسوي؟ قهوه يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اما انها اليوم البارحه حلمت حلم. شو؟ حلم اني انا صايد حوت جايب منه. حوت؟ ايه الله اكبر. حلم انا ما حلفت زين ما حلفت. حلم هذا حلم. ايه حلم. انزين شو بقول لك؟ شو تسوي يا القهوه يا القهوه؟ هذا شو من القهوه بعد؟ قهوه عربيه؟ لا انا ما ابغي هذه. ما ابغي خلاص. ايش تبي بعد؟ الحين الناس طوروا يا ابوي شو راح تدي؟ الناس طوروا ابغي كاتشلتينو. ها؟ كاتشلتينو يا الصمغه ما تسمعين؟ كاتشينو؟ هي اللي حاطينه في السلام عليكم التلفزيون. صباح الخير. هلا يا الوالد يا الوالده. اهلا وانت خالد. ابوي بيضربني. ايه بتنضرب على الشقا ما بتنضرب. ايه تعال خل اشوف ويك منك شيء منك. ايه هذا الولد. نعم وين ساير ان شاء الله؟ بس المدرس ابوي. مدرسه ساير. ها؟ والنعم فيك. هي. يبغيك يا ولدي. نعم. ابغيك تدرس وتجتهد وتكمل دراستك وتخلص ان شاء الله وتتخرج. وتستوي تشوف الضباط هاي اللي ما شاء الله ما شاء الله اللهم صل على تستوي شراتهم ان شاء الله. ان شاء الله. وتخدم دولتك مره. ما حد يرفع راسك غيري انا. نعم انا اللي برفع راسي. انا بقول لك لان الدوله بارك الله فيك هي اللي ربت، هي اللي تعبت، هي اللي صرفت عليك. اكيد. احسن مدارس بيدخلونك بعد ان شاء الله. واحسن الجامعات هم بيدخلونك. لازم تردد جميل. أبوي أنا بارك الله فيك. أبوي أنا تأخرت. خليه يسمع النصايح حسب يوم تصير مدرسه يحطها هنيها بمخ لا يحطها. بارك الله فيك لازم تردد جميل. بارك الله فيك. ان شاء الله ان شاء الله. امي انا بديت موضوع. شو بعد؟ ترى كل يوم تعطيني بعد. شو؟ ان شاء الله سويت. زين. ايه شو؟ بعدين يلا ابوي انا صاير. تداير تأخرت. تعال بتسوي كاتشلتينو. ما بك كاتشينو مالك هذا. انا صاير يلا اسمعوا. الله يحفظ. والله كاتشلتينو بتسوي لي كاتشلتينو ولا ما بتسوي؟ ما اعرف شو كاتشلتينو يحطونه في التلفزيون الله يهديك. قال لنا البارحه انا دعايه ماله. تعال انت حد القهوه كابتشينو. وبلا بعد شايف هذا الدعايه الثاني مال هذا مال هذا ماكدونالد. انت عندك دروس عشان تاكل مو مشكله حاطين هذه الهمبرجر اللينه هذه اللي تتنن. ان شاء الله. انت حاطين هذه الهمبرجر. ابوي انا بسير. انا دشيت الحجر خذيت سامون بروح. ها يلا مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. لا الله تدخل على الدراسه. ان شاء الله. والله شيء مخص خيزرانه باتيك الحين. همبردن حاطين في التلفزيون. همبردن ويحطون فيه كاتشل بعد. كاتشل داخل الهمبردن. انا شايف انه كان مكتوب كاتشل. سوي له هذا الكاتشل بعد منه شوي. بارك الله فيك. الله يهديك انا اليوم. شو بعد؟ هاي شنو هذا الحب مالتي هاي. مالك عليه جدي جابها جدي. هذا اللي ما تخليني انا اصرف ولا ادفع ولا درهم. يلا. نعم هذه. شوف. هذه اللي انا ما تخليني ولا درهم ادفع. مرتاح راقد بالبيت كل شيء ببلاش. انت بخيل عشان كذا. منو بخيل؟ منو؟ انا. ترى هذا الدلع موجوده حرة. اشوفك. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. ودياية الحبوبة. اسمعني هاي. بس شف وسكينة. انا بسكينة. بحطها على الصامت. اي عطتني. هذا المخرج جايب لنا دياية الله يهديك. جايب لنا دياية شو اسمه؟ تعال بس سالم.
ايه الخبره هاي خبره بعترفي. هذه الديايه ها تبيض ما شاء الله عليها، وهي اللي ما تخليني ادفع 6 شهور حق الريوب بيض. ايه صح. هذه صح الديايه أبو خالد، الله ايه يخليك. برضه، لكن انا اشوفها تعبانه اليوم شوي. ها مو على بعضها اشوفها. ما اكلتني انت اليوم؟ ها؟ اكلت الديايه؟ اليوم؟ ايه نسيت يا ابو خالد، نسيت. نسيتي؟ إيه؟ وابوي بدفع بيزات. خلاص خلاص الحين ما اكلها خلاص. الحين توديها اكليها وغسليها وسبحيها كل شيء. بس شوف الحريم انت، شوف الحريم اخبرت انا، شو هالحالة انت بتخليني ادفع بيزات حق البيض واشتري من الدكان؟ لا اله منكم انتم من الحريم انتم، باخذ عليك 4. الحين برا الحين برا انا باجي الحريم. كذا شدلت على كتتين وبعد مالها هاي الزولية بعد بنسيب انا اغسلها. يلا بنيكم ويتعال لو دي هاي يلا بصير عندكم انا اكليها دي اي عدل اكليها عشان ما زين. يلا مع السلامه. عزوز، شو سويت اليوم في امتحان الفيزياء؟ شو سويت يا ما حلينا شيء يا رجل كان وايد صعب، اليوم فيزياء وعقب احياء، بعدين جيولوجيا، بعدين احياء. شو هذا؟ كيف بتكون حياتنا ما ادري. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. مرحبا. شو الاخبار؟ شباب اليوم بتستانسون اخر وناسه. كيف بعد؟ كيف؟ برافو راويهم الحين ها؟ أوه، سيارة. ايه مبروك. متى حصلت الليسن؟ ليسن اسمع انت ليسن. سوق سيارة بدون ليسن؟ ليسن مال يا ريال شيء ليسن الله يهديك. ايه بس ممنوع هالشيء، وانت بيحاكمونك الشرطة لو زخوك. يا ابو يا زيتنا شو ممنوع؟ شو نص الشباب يسوقون بدون لياسن؟ جت علي انا يعني؟ ايه بس انت عرف من نفسك يا اخي، لو زخوك الشرطة بيسوون لك سالفة. تعال بتخبر يقولون في محاضرة اليوم. شو المحاضرة؟ هيك ما خبروك، اليوم جينا محاضر من شرطة الشارجة. هي بيحاضرنا من ضمن برنامج الثقافة الأمنية، وبيتكلم عن السلامة المرورية. زين. وانت الشخص اللي لازم تهتم بهالشيء، كونك انت اللي يسوق السيارة بدون ليسن. يا سلام. هنا. يعني محاضرة عشاني انا. هنا. الله عليكم السلام. يا أستاذ. اخباركم طيبين؟ الحمد لله. اليوم طبعا محاضرة عنا عن السلامة المرورية. تفضلوا شباب حسب نسمع الشرح. تعال انتبه يا خالد، انتبه على الحصة. ان شاء الله تصير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه. طبعا اليوم يا أخوان يا أولياء الأمور عندنا محاضرة عن السلامة المرورية. نبتدي في تعريف السلامة المرورية. هي الوقاية للحد أو منع وقوع الحوادث المرورية لسلامة الإنسان، والوقاية من الحوادث المرورية، والوقاية من الحفاظ على أمن الوطن ومقوماته البشرية والاقتصادية. من المسؤول؟ من هو المسؤول عن السلامة المرورية؟ الشرطة، التربية والتعليم، البلدية، السائقون، ركاب المركبات والمشاة. وطبعا السبب الرئيسي في المشكلات المرورية هو الإنسان اللي ما يحس بمسؤولية الطريق وأهمية الطريق والإهمال. فقد ندوت شرطة شارجة عملت ندوة من فترة، وتبين للأسف أن 60% من الحوادث المرورية معظمهم من الشباب، وهذه نسبة كبيرة. وللأسف أن 15% بسبب السرعة الزايدة. فنتمنى إن شاء الله كلنا كشرطة وكمجتمع نكون كإيد وحدة، ننصح أبنائنا، نراقبهم، ما ندلعهم، مثل اللي عطت ولدها سويس السيارة. لا ترقد يا خالد. يا محاضر؟ أستاذ عندنا سؤال. تفضل حسب الكل يسمع. شو سؤالك يا محمد؟ أستاذ الحين أنا أسوق السيارة وما عندي ليسن. زين. إذا أخذني الشرطة شو اللي بيستوي؟ شو بيستوي؟ أول شيء أنت تسوق السيارة ما عندك ليسن، هذا غلط. ثاني شيء الشرطة بتضبط، بتسوي لك قضية مرورية، ممكن تنحجز، ممكن تحول نيابة الأحداث. ليش تسوي لعمرك كل هالمشاكل واهلك يضايجون ويصيرون الشرطة وامك تجلس تصيح، صح ولا لا يا محمد؟ ما يستوي. فشوف محمد،
ساق سياره. انزين وهذه النتيجه. هذا الولد ما عنده ليسن وهذه نتيجه ماله وما كان يعرف يسوق. يا محمد؟ نعم استاذ. وانا استاذ اوعدك اني من اليوم ما بسوق اي سياره لو ما عندي ليسن. بارك الله فيك. يوم بتخلص ان شاء الله السن القانوني وبتاخذ ليسن بتسوق سياره وبتشبع من سواقه السياره. ان شاء الله استاذ. بارك الله فيك. تفضل. استاذ انا عندي سؤال. تفضل. انا بسأل اصبر. استاذ تفضل. انت بتفكرنا من محاضرة؟ نعم. انا اسف. استاذ انا احب اسرع وايد. 120 160 200 شو بيستوي؟ شو بيستوي؟ شوف اول شيء شو بيستوي. طبعا انت تخالف انظمه المرور والسير يا خالد. وطبعا المرور والسير حددوا للشارع سرعات معينه. كل شارع حددت له، فانت تلتزم وتمشي على سرعه الشارع المحدد. ولا هذه نتيجه السرعه الزايده. شوف يا خالد. استاذ بعدين هذا وهذا يعرفون يسوقون. لا يعرف يسوق، ولكن هذا ما التزم في خط السير وما التزم بالسرعه المحدده في القانون. فهذه النتيجه يا خالد. ان شاء الله استاذ ان شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. رسالتين انا عندي. منا احنا الشرطه للمجتمع ولأولياء الامور. النقطه الاولى يا اخوان. احنا الحين الولد يوم يطلب السياره، الولد ما عنده ليسن، الولد ما دخل السن القانوني، فاحنا كلنا نكون ايد وحده وشرطه. يا اخي لا تعطي المفتاح. بيقول ابوي ولد فلان عنده سياره، ولد فلان يسوق، انزين ما عنده ليسن، الام تتدخل، انزين ما بيستوي شيء، لا بيستوي. فاحنا الولد يوم يكمل السن القانوني ويوم ياخذ ليسن ويوم يكون متعلم، خلاص انا هذاك الوقت اعطيه السياره وارتاح ان ولدي يتعلم على سواقه السياره بالشكل الصحيح. الشرطه جزاهم الله خير ما قصروا، ونكون مجتمع كامل ونوقف ويا الشرطه. النقطه الثانيه يا اخوان، انا كولي امر اكون قدوه. كيف اكون قدوه؟ انا يوم اتقيد في ارشادات المرور والتعليمات والقانون، انا يوم اركب اولادي وياي احط حزام الامان، ما اتكلم في التلفون واهمل الشارع. في هالامور يا اخوان ولدي يتعلم، ما يشوفني الولد اسرع 120 و140 والشارع سرعته 80. فلازم نزرع في ابنائنا هالاشياء. بكره بيقول صح ابوي يربط الحزام الامان، ابوي ما يسرع، فبهالشيء بيتعلم هالاشياء الايجابيه والطيبه. واحنا كلنا مجتمع واحد وكلنا نمثل الشرطه ونمثل المجتمع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ها سمعت المحاضر شو يقول لك؟ انا بتخبركم الاسبوع اللي طاف جايبين اوراق، جايبين ما ادري شو، لا تسرعون لا تسرعون بعد بنفس المكان. شو هذا؟ هذا كله عشان انت تنتبه، وهالناس تكون لك قدوه يا اخي. المحاضر وضح لك بالصور بكل شيء، وقال لك اسباب الحوادث والسرعه الزايده وانت ما تربط. كنا نعرف السوق، كنا نعرف السوق شو يعني؟ لا هي المحاضر قال انهم يعرفون يسوقون. اوه فكني يا جماعه انا ساير الكافتريا، حبي سريايه؟ تعال عزوز انا بقول لك هيا رفقاء السوق لا تصير وياهم، هذا ما عنده ليسن، لو سويت حادث الشرطه بيسجنونك يا خالد. لا تصير وياهم، اسمع كلامي انا اخوك. لا تصير وياهم، اسمع مني، خليك وياي على هالطريقه احسن لك. المحاضر روانه كل شيء وبينا في الصور، وضح بشرحه كل شيء ان هذا الشخص ما عنده ليسن، بيحاكم الشرطه زخوه بيسجنونه. قوم لا شو هواف انت؟ خالد لا تصير يا خالد، انا انصحك لا تصير يا خالد بيزخونك. تشوف فيلسوف جاي روح. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا وبعد ما تريدون. ما خلتني روح راحت عني يا الله. من اللي راحت عنك هني؟ راحت عني يلا دياتي خاتون. نعم انها راحت عني وخلتني بديت جديتي. حرام عليك يا ابو خالد تسوي في عمرك؟ حتى رجال الضحك والستة عشان الدياية؟ يلا يرتفع رحتي، يرتفع سكتي ما بدفع بيتها. حق الدكان ما بدفع بيتها.
وان هذا الشخص له اخوه بينسجن من شهر لثلاث خلي معلق خلي على خلك على هذا خلي ودني على ولدي واشوف ودني على ولدي يا ابوي على ولدي خالد. ها شفتوا شفتوا يا ولاء الامور شو صار فيني؟ السبه هذه الحرمه الخبله اللي عندنا. نعم سجاير تعطيل سويت السياره حق الولد هذا يا ابوي ما عنده ليسن. انت حبيني انا ابوه يخاف مني ترى لكن له تبغى الدلع تبغى شو اسمه لكن احنا ما نلبس صوب الام. لا الوالد بعد حركه الصوب بعد بغتنا وعقاب هذه يا ابوي شو بلاك انت ولدك هذه ربيته تعبت عليه هويه واحسن تربيه والدوله تصرف عليه تصير تحت شويه السياره وتلاهي بالشوارع. يا ابوي اذا مو خايف على ولدك خايف على ارواح الناس اللي برا. شو ذنبهم عيال اللي برا؟ شو ذنبهم عيال الناس الابرياء اللي ربوا؟ بيذبح تذبح ولدك وما تذبح عيال الناس في الشوارع. هيا شو ذنبهم الناس مساكين. والحين شو بقول له؟ شو بسوي شو بقول؟ لكني ما اقول غير اشكر القياده العامه لشرطه الشارجه. نعم على وجود تواجدهم في مدارس ابنائنا. تواجدهم هناك يلقون المحاضرات ما يقصرون. نعم من هذه السلامات المروريه والارشادات وينصحونكم يا اولياء الامور علموا اولادكم هكذي علموا اولادكم كذي. المفروض الولد هذا بيتعلم بس بيعلم ولده وولد ولده وولد ولده وتصبح دوله الامارات العربيه المتحده في امن وامان ان شاء الله. وتقبلوا منا تحياتنا رابطه فخر الوطن التطوعيه. وهذا المسرحيه شفتوها ان شاء الله وصلت الرساله. طبعا شكر خاص فقره المسرحيه للقائد العام لشرطه الشارجه. الحين مع الممثلين تفضلوا ممثلين.